انا اللي عرضت عليه فيلم كنت اتمنى انه يخرجه، كان فيلم تاريخي عن الملكه حتشبسوت اللي هي اول ملكه تحكم في التاريخ، اول امراه في التاريخ تحكم. يعني دايما يقولوا ايه المراه المصريه هل ممكن تبقى رئيسه وزراء؟ هل ممكن تبقى يعني حاكمه؟ انا بقول لهم دي اول امراه حكمت، المراه المصريه. يعني حتشبسوت وبعدها كيلوباترا، يعني المراه المصريه كانت قويه جدا. اول امراه في تاريخ الكون تبقى حاكمه كانت مصريه فرعونيه حتشبسوت. وبما اني بحب النساء القويات واللي ليهم دور غير عادي وغير تقليدي، فكنت هتجنن اعمل شخصيتها على الشاشه. لم يمهلني القدر الحقيقه، قعدت جلسات مع الاستاذ يوسف شاهين، وكان داخل وقتها فيلم هي فوضى، ووعدني بعد هي فوضى نبتدي نحضر، فتوفى حظي سيء. لكن كنت اكيد اتمنى ان انا اشتغل معاك. في اي زملاء يحبوا يسالوا؟ اما اقدر اعمله دلوقتي، انا اعتقد ما اقدرش اعمله دلوقتي. انا كبرت على الدور. احنا بنعرف نكبر نفسنا بالمكياج، بس نصغر نفسنا دي بستثقلها شويه بالنسبه لي انا. حتشبسوت لما حكمت كان عمرها 17 سنه، وهي ماتت تقريبا عندها حاجه و30 سنه. فحتى وقتها كنت هعمل مجهود، يعني وقت ما عرضت على الاستاذ يوسف شاهين. دلوقتي لا. وبعدين فقدت الامل، مفيش منتج مجنون هيقدر يعمل حاجه بحجم الانتاج ده. شفت فيلم كليوباترا لإليزابيث تايلور؟ احنا عايزين حاجه بالمستوى ده. ده مصاريف رهيبه وملايين رهيبه. يعني يمجد تاريخ مصر انه يصرف الفلوس دي ويخسر، مفيش حد ناوي يعمل كده. دي حاجه بقى عايزه دوله تتصدر ده، وما اعتقدش برضو ان الدوله هتقف معانا وتعمل حاجه زي كده. فللاسف لا، حتشبسوت مش هتعمل. سالتي اسئله كتير انا عش الدبابير، ايه القضيه اللي انت قدمتيها ودخلتي بقى عش الدبابير وفي لا، انا كل القضايا فيها عش دبابير، بس في فيلم عمل مشاكل كتيره قوي لانه قعدوا يناقشوه في مجلس الشعب. فيلم سوق المتعه كان غريب جدا جدا. اول ما نزل التريلر، هم لسه ما شافوش الفيلم، التريلر والافيش. حتى في مجلس الشعب طلب من وزير الاعلام الله يرحمه صفوت الشريف انه شيلوا رجلين الهام شاهين من التريلر. فهو مفيش شنطات كانت كلوز للرجلين عشان تتشال، لا، اي حاجه انا فيها كامله رجليا فيها باينه، يعني لابسه وكل حاجه بس رجليا باينه. وقالوا لي بقى انه قعدوا ينزلوا عندهم على الشاشه الهام شاهين ويوسعوا الكادر يتفرجوا على رجليها ويقولوا فعلا رجليها ممكن بتفسد اخلاق الشباب. انا مستغربه جدا للموقف ده. فانا كل المشاهد سابوا لي كلوز واحد، كل مشاهد انا فيها كامله لابسه راحه جايه في الشارع بتاعي، يعني مش حاجه خالص. يعني اتشتت من التريلر عشان مجلس الشعب مش عايز رجلات، هم شايفين. انا اشكرهم طبعا على رايهم. انت كده رجليا يعني مغريه ومؤثره. لا، الحقيقه استغربت. وبعدين هو يمكن الفيلم ده مؤخرا لما انا اتهاجمت بقى ايام حكم الاخوان والبتاع، برضه ما كانوش بيتكلموا غير عن سوق المتعه. دي بتاعت فيلم سوق المتعه. لو يفهموا فلسفه سوق المتعه وايه اللي بيقوله الاستاذ وحيد حامد. ده فيلم فلسفي جدا، لم يقرأوا ما بين السطور لان في جهل. الفيلم بيقول ان الانسان اللي بيتعود على القهر لما بيجي ياخد حريه ما بيعرفش يستخدم الحريه. ده موضوع سياسي بالدرجه الاولى، بس السينما فيها رمزيات. وحيد حامد مش هيعمل فيلم كده يعدي مرور الكرام، وانا بعتبره من اهم ادواري. بالعكس انا فخوره بيه. والفيلم ده انا بحبه وبحترمه جدا وبحترم فكره وبعشق وحيد حامد وسمير سيف. هما الاثنين انا عملت معاهم الهلفوت في بداياتي، وعملت معاهم سوق المتعه بعد مده، يعني لما كبرت بقى وبقيت يعني نجمه في السوق. والفيلمين انا بحبهم جدا، والفيلمين دول انا بتهاجم عليهم
كل المتطرفين فكريا والمتاجرين بالدين. فبالعكس اللي هنفوتوا في الموضوع.